دكتور، بنشوف دكاترة كتير جدا بيرشحوا الليزك لتفسير بصمة العين عن الليزك العادي، ايه المميز فيه؟ طيب خلينا نرجع خطوه لورا ونقول هو الليزك اصلا فكرته ايه. اول ما ابتدى فكره الليزك كانت ان هو بيتعامل مع العين كلها ككتله واحده. طب هل ده حقيقي؟ هل العين فعلا كتله واحده؟ في الحقيقه لا. زمان اول ما بدا الليزك العادي كان مثلا لو انا عندي درجه ناقص 3 درجات وحضرتك عندك ناقص 3 درجات، كان اللي بيحصل ان الجهاز بيتعامل مع كاننا نفس الشخص، كان العين دي زي العين دي بالظبط، فبينزل نفس شعاع الليزر اللي في العين دي نفس شعاع الليزر اللي هينزل في العين دي، رغم ان احنا في الواقع شخصين مختلفين، وممكن الثلاث درجات اللي عندي يكون سببهم مختلف عن 3 درجات اللي موجودين عند حضرتك. فكان لازم نخترع تقنيه تتعامل مع العين، كل عين على حده. معروف ان العين ليها بصمه ممكن تكون ادق كمان من بصمه الاصابع، ومش مستحيل تتكرر بين شخصين. فهم تم اختراع جهاز بنسميه اي ديزاين، ان هو بياخد بصمه العين بتاع الشخص ده ويحلل بالظبط الناقص 3 درجات بتوع دول جايين منين، جايين من القرنيه، جايين من العدسه، نصهم من هنا نصهم من هنا، جايين من الشبكيه، وكلام تاني في نفس الشخص، وياخد بصمه العين دي وبنقولها على داتا لجهاز الليزك. فالجهاز بيقدر يعمل بروفايل للشخص ده خاص بيه مختلف تماما عن اي شخص تاني. فده طبعا بيفرق معانا في ايه؟ في جوده الرؤيه، في الرؤيه بالليل، في ان احنا درجه تشبع الالوان ورؤيه الالوان. ده كمان بيفرق معانا في استخدام الشاشات والكمبيوتر، الناس بتقعد على الكمبيوتر كتير، كل ده بيبقى احسن باستخدام تقنيه بصمه العين.